تفتكر مين الأحسن، اللي عنده وظيفة بمرتب ثابت ولا اللي عنده مهارة يقدر يدخل بيها دخل من أي مكان وفي أي وقت؟ أكيد مش هتختار الوظيفة، ده علشان في سنة 2020 العالم كله صحي على مصيبة حرفية، وهو انتشار فيروس كورونا. شركات كتير قفلت وملايين الموظفين صحيوا من النوم لقوا نفسهم من غير شغل. وبعد الأزمة دي ما خلصت، كل الشركات بقى ليها هدف واحد، وهي إنها إزاي تحقق أعلى مبيعات تقدر إنها تدخل أكبر قدر من الفلوس في أقل وقت. ومن ساعتها بقت مهارة شبه مهارة الميديا باينج من أكتر المهارات وأسرعهم المطلوبة في السوق. وانا فعلا بدات اتعلمها من اليوتيوب، ولكن بعد فتره اكتشفت ان انا في حاجات كتير ناقصاني، وبدات ان انا ادور في الكورسات المدفوعه علشان اقدر اطور من امكانياتي دي، لغايه ما لقيت كورس بعنوان احترف الميديا باينج مع المهندس محمد قطب. والكورس ده فرق معايا جدا، مش بس علشان المعلومات اللي فيه، لا كمان علشان الخبره اللي قدر ان هو ينقلها لينا عن طريق العملاء اللي اشتغل معاهم قبل كده. وعلشان الاستفاده ما تقفش لغايه هنا، فاحنا استضفناه في حلقه مخصوص من بودكاست قمه وقاع علشان يحكي قصته ونفهم اسرار اكتر واكتر عن المجال. فلو حابب تبدا تتعلم مهاره تنقذك وقت الازمه الجديده، فارشح لك وبقوه الكورس ده. وكمان لازم تشوف حلقه البودكاست وتابعني علشان تستفاد. انا امير اشرف، سلام.